نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تفضل يا أستاذ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال العلامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل: ينجس الماء القليل وغيره من المائعات بملاقاة النجاسة، ويستثنى مسائل ما لا يدركه الطرف، وميتة لا دم لها سائل إلا إن غيرت أو طرحت، وفم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير، وكذلك الصبي إذا تنجس ثم غاب واحتمل طهارته، والقليل من دخان النجاسة، واليسير من الشعر النجس، واليسير من غبار السرجين، ولا ينجس غبار السرجين أعضاءه الرطبة. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل بارك الله فيكم في الماء المتنجس إذا كان قليلا. حتى نرتب، مصنف رحمه الله بدأ بذكر الماء الطهور غير المكروه، ثم ذكر التغير الذي لا يسلب الطهورية، ثم ذكر الماء الطهور المكروه، ثم ذكر الماء الطاهر في نفسه الذي ليس مطهرا لغيره وهو المستعمل، ثم الآن يذكر الماء المتنجس وهو القسم الثالث من أقسام المياه. والماء المتنجس نوعان: إما قليل وهذا محل ذكره، وإما كثير وسيأتي ذكره. واستطرد رحمه الله مع أن الأصل الكلام حول الماء، لكنه ذكر حكم المائعات أيضا، فقال: ينجس الماء القليل، هذا محل البحث، وغيره من المائعات، هذا استطراد. والمراد بقوله وغيره من المائعات أي من السوائل الأخرى كالعصير والشاي واللبن والزيت والعسل. فالماء إذا كان قليلا والمائعات الأخرى سواء كانت قليلة أو كثيرة تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء تغيرت أو لم تتغير. دليل ذلك مفهوم حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإن منطوق الحديث، والحديث عند أبي داود، فإن منطوق الحديث في الماء الكثير إذا بلغ الماء قلتين، منطوق الحديث في الماء الكثير، مفهومه وإن كان الماء دون قلتين فإنه يحمل الخبث. إذن الاستدلال هنا بمفهوم الحديث لا بمنطوقه. فقال: ينجس الماء القليل، قوله القليل قيد خرج به الماء الكثير وسيأتي، وغيره من المائعات بملاقاة النجاسة. قوله بملاقاة النجاسة إشارة إلى علة التنجيس، فعلة التنجيس هي ملاقاة النجاسة، وليست علة التنجيس التغير سواء تغير أو لم يتغير. ثم استثنى رحمه الله 6 مسائل واضح تلاقي النجاسة فيها الماء القليل، تلاقي النجاسة فيها المائع، ولا يحكم بالتنجيس. نعدها واحدة واحدة. المسألة الأولى: إذا كانت هذه النجاسة مما لا يدركه الطرف، أي مما لا ترى ببصر معتدل، واضح، فإنها لا تنجس الماء، وكذلك لا تنجس المائع. ومحل هذا إذا كانت النجاسة التي لا يدركها الطرف من غير مغلظ، يعني من غير نجاسة مغلظة التي هي نجاسة الكلب والخنزير. ومحل هذا إذا لم تكن هذه النجاسة بفعله. أما لو كانت النجاسة التي لا يدركها الطرف بفعله فإنه لا يعفى عنها، وبالتالي تنجس الماء القليل وتنجس المائع. إذن الاستثناء الأول في قوله ما لا يدركه الطرف. الاستثناء الثاني في قوله وميتة لا دم لها سائل. يقول لك إن الميتة وهي نجسة في مذهبنا، كل الميتات نجسة إلا 3: ميتة الآدمي والسمك والجراد. فالميتة
التي ليس لها دم سائل. وقوله ليس لها دم سائل يصدق بصورتين: الصورة الأولى ليس لها دم أصلا كالنمل، الصورة الثانية لها دم لكنه لا يسيل كالوزغ. فميتة ما لا نفس له سائلة هذه لا تنجس الماء القليل ولا تنجس المائع، لكن بشرطين: لا تنجسه بشرط عدم التغير، أما لو تغير فإنها تنجسه. الشرط الثاني: لا تنجسه بشرط عدم الطرح، لكن لو طرحت فيه فإنها تنجسه. وأشار إلى هذين الشرطين بقوله إلا إن غيرت أو طرحت. فقوله إلا إن غيرت أو طرحت جواب الشرط أي فتضر، أي فتنجس الماء وتنجس المائع. اتضح؟ الصورة الثالثة المستثناة ذكرها بقوله وفم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير. هرة تنجس فمها، رأيتها تأكل ميتة أو تلعق دما أو نحو ذلك، تمام؟ تنجس فمها ثم غابت عنك لساعات أو أيام، واحتمل أنها ولغت في ماء كثير راكد أو في ماء قليل جار. واضح؟ فحينئذ احتمال طهارة فمها قائم، صح؟ فهذه الهرة التي تنجس فمها وغابت واحتمل ولوغها في ماء كثير راكد أو في ماء قليل جار، لو رأيناها بعد ذلك شربت من ماء قليل أو شربت من مائع فإننا لا نحكم عليه بالنجاسة، لكن يبقى السؤال: لماذا لم نحكم عليه بالنجاسة؟ الآن لماذا الهرة غابت ويمكن أنها ولغت في ماء كثير أو في ماء قليل راكد وجاءت وشربت من هذا الماء، هل نحكم عليه بالنجاسة أم لا؟ لماذا لا نحكم عليه بالنجاسة؟ الأصل في إيش؟ في الأصل في إيش؟ إيش من ماء؟ هذا الذي ولغت فيه. طيب أليس فمها تنجس؟ لكن في احتمال الآن. طيب بعبارة أخرى حتى أوضح السؤال، هو يستثني ماذا؟ هو يستثني، انتبهوا معي، هو يستثني صور فيها نجاسة عفي عنها. الآن في هذه الصور النجاسة موجودة أو لا؟ أين؟ متيقنة، لكن في احتمال أنها زالت. إذن هذه المسألة غير مسألة ميتة لا دم لها سائل. فهم؟ النجاسة هناك متحققة. هذه الصورة غير صورة ما لا يدركه الطرف، النجاسة هناك متحققة. فهمت؟ هنا الأمر يختلف، هذا يعود إلى مسألة الأصل والظاهر أو تعارض أصلين. ثم معي ولا لا؟ لذلك هذا الاستثناء هنا يعني لو دققت قد تجده لا ينسجم، لا يتوافق مع بقية الصور المستثنيات. واضح؟ وحققوا هذا بعد ذلك. قال رحمه الله وفم هرة، وطبعا الهرة هنا مثال، وإلا فغير الهرة كالهرة، بدليل أنه قال بعد ذلك وكذلك الصبي، أي كأنه يقول لك لا تفهم أن ذكر الهرة تقييد. واضح؟ بل هو مثال، وإلا فغير الهرة كالهرة، ولذلك قال وكذلك الصبي إذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته. هذه صورة ثالثة. الصورة الرابعة قال والقليل من دخان النجاسة. القليل من دخان النجاسة، ماذا القليل من دخان النجاسة؟ أي لا ينجس الماء ولا الماء القليل ولا ينجس مائعا آخر، صح؟ انتبهوا يا إخواني، عندنا مصطلحان ينبغي أن نميز بينهما. مصطلح الأول دخان النجاسة. دخان النجاسة هو المتصاعد من النجاسة بواسطة النار، هو المتصاعد من النجاسة بواسطة
النار. هذا دخان النجاسة ما حكمه؟ حكمه أنه نجس. لماذا نجس؟ لأن دخان النجاسة هو جزء منها، هو أجزاء من النجاسة انفصل لقوة النار. واضح؟ هذا بالنسبة لدخان النجاسة. إذن لو أتيت على سبيل المثال بروث حيوانات وأشعلته، فهذا الدخان المتصاعد طاهر أم نجس؟ نجس. لماذا؟ لأنه متصاعد بواسطة النار، فهو جزء من النجاسة انفصل عنها فيكون له حكمها، وإنما انفصل عنها لقوة النار. هذا المصطلح الأول دخان النجاسة. في عندنا مصطلح آخر بخار النجاسة، وهو المتصاعد بواسطة النار، يعني يتصاعد لكن ليس بواسطة النار، وذلك كالبخار الذي يخرج من الكنيف. قديما كانوا يحفرون في مكان قضاء الحاجة، يحفرون بالقرب منه حفرة، فإذا خرجت حاجات الإنسان من بول ونحوه جمعت في هذه الحفرة، مع مرور الوقت تخرج روائح، تمام، غازات. هذه الغازات لا تتصاعد بواسطة النار، هذا يسمى بخار النجاسة. بخار النجاسة هذا لا يحكم بنجاسته، هو طاهر. ما الفرق بينه وبين الأول؟ الأول تصاعد بواسطة النار، الثاني تصاعد لا بواسطة النار. ولذلك الريح الخارجة من دبر الإنسان طاهرة، وإن كان ما يلاقيها من الثياب رطبا. واضح؟ وإن كان ما يلاقيها من الثياب رطبا فلا يجب عليه أن يغسل ذلك الموضع من الثياب. جيد؟ قال هنا والقليل من دخان النجاسة، أي إن الماء الذي لاقاه قليل من دخان النجاسة، إن المائع الذي لاقاه قليل من دخان النجاسة لا يحكم بنجاسته. هنا قال قليل، ما ضابط القلة؟ قال الفقهاء رحمهم الله القلة والكثرة تعرف بالأثر الذي ينشأ في نحو الثوب. القلة والكثرة تعرف بماذا؟ بالأثر الذي ينشأ في نحو الثوب. فمثلا هذا دخان النجاسة إن أثر اللون الأصفر في الثوب بحيث أن هذا اللون الأصفر كان كثيرا فهنا نحكم بالنجاسة. لكن إن كان لم يؤثر اللون الأصفر أصلا، أو كان تأثير اللون الأصفر يسير جدا، تمام، فهنا لا نحكم بالنجاسة. فهمنا؟ قال والقليل من دخان النجاسة. هذه السورة رقم كم الآن؟ 4. لاحظ معي في هذه السورة أن دخان النجاسة نجس، محكوم بنجاسته. هذه تجري على نمط الاستثناءات. نعم. قال في السورة 5 واليسير من الشعر النجس. واليسير من الشعر النجس، شعر النجس كشعر الميتة مثلا، وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل. واضح؟ هذا الشعر النجس يعفى عن قليله فلا ينجس الماء ولا ينجس المائعات الأخرى. جيد؟ لكن لاحظ معي، يعفى عن قليله أو كثيره؟ قال واليسير. واليسير ماذا تفهم من قوله واليسير؟ أن الكثير منه لا يعفى عنه، أن الكثير منه لا يعفى عنه إلا في حق المبتلى به، إلا في حق المبتلى به. يعني مثلا راكب الحمار الذي يركب الحمار هذا يبتلى بكثير من شعر الحمار، فهذا يعفى في حقه حتى في الكثير. مثلا مثال آخر، بعض الناس يصف له الطبيب من ضمن علاجه أن يربي قطة في البيت، يكون عنده مرض نفسي يحتاج إلى حيوان يكون معه في البيت، فيصف له الطبيب أن يربي قطة مثلا، وهذه القطة تنام هنا وتنام هنا وعلى الثياب، وربما صلى وعلى ثيابه شيء من شعر القطة. فهذا المبتلى بتربية القطة لوصف نحو طبيب مثلا من أهل الخبرة
يعفى في حقه عن كثير من شعر القطة لا على اليسير فقط. جيد. الصورة السادسة قال واليسير من غبار السرجين. هذا غبار السرجين، والسرجين اسم لروث الحيوانات. وعندنا قاعدة تذكر في باب النجاسات أن جميع الأرواث نجسة من الحيوان المأكول وغير المأكول. فالسرجين لو طار غباره فإن اليسير منه محل عفو، لا ينجس الماء القليل ولا ينجس المائع. قال واليسير من غبار السرجين، ثم قال ولا ينجس غبار السرجين أعضاءه الرطبة. لا ينجس غبار السرجين أعضاءه الرطبة. هذه المسألة ذكرها استطرادا، الكلام هنا فيما ينجس الماء القليل والمائع، أما الأعضاء ليس الكلام هنا، فذكرها هنا استطرادا. فقال ولا ينجس غبار السرجين أعضاءه الرطبة لمشقة الاحتراز، وكذلك لا ينجس ثيابه، والله أعلم. بسم الله. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: فصل: وإذا كان الماء قلتين فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه ولو تغيرا يسيرا، فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهرا أو بمسك أو كدورة تراب فلا. والجاري كالراكد. والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا، فلا يضر نقصان رطلين ويضر نقصان أكثر، وقدرهما بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، وفي المدور كالبئر ذراعان عمقا وذراع عرضا، وتحرم الطهارة بالماء المسبر للشرب. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام حول الماء النجس في القسم الأول إذا كان قليلا، شرع رحمه الله تعالى في الكلام على القسم الثاني من الماء النجس، وهو الماء النجس إذا كان كثيرا. متى نحكم على الماء الكثير بأنه نجس؟ نحكم على الماء الكثير بأنه نجس إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة ولو تغيرا يسيرا بنجاسة وقعت فيه. واضح؟ إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة ولو تغيرا يسيرا. هنا لا يشترط أن يكون التغير فاحشا، بل يكفي أن يكون التغير يسيرا بنجاسة وقعت فيه. قولي بنجاسة وقعت فيه هذا قيد، لأنه قد يتغير طعم الماء أو رائحته أو لونه بنجاسة جاورته لكنها لم تقع فيه، كوجود ميتة بالقرب من بركة، فإن هذا الماء قد تتغير رائحته أو يتغير طعمه بوجود تلك الميتة التي بجواره، مع أنه لا اتصال بين الميتة والماء، فإن هذا الماء يبقى طهورا. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الماء قلتين أي كان الماء كثيرا فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه، لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه ولو تغيرا يسيرا. هذا واضح. ثم ذكر مسألة مهمة، وهي مسألة كيف يطهر الماء النجس. كيف يطهر الماء النجس؟ عندنا في تطهير الماء النجس 3 طرق لتطهير الماء، وذكر 3 طرق أو ذكر 3 طرق أخرى لا تطهر الماء، فحاصل ما ذكره من الطرق 6 طرق. 3 طرق لتطهير الماء، 3 طرق لا تفيد الماء تطهيرا. جيد؟ سأشرحها ثم أعود إلى كلامه، انتبه معي. الطريقة الأولى تسمى طريقة المكاثرة. الطريقة الثانية طريقة النقص. الطريقة الثالثة إذا زال التغير بنفسه.
الطريقة الأولى طريقة المكاثرة، لو يوجد ماء قليل أو كثير أيا كان، هذه الطريقة الأولى طريقة المكاثرة تطهر الماء القليل وتطهر الماء الكثير. فلو أن عندنا ماء قليلا أو كثيرا نجس فكاثرناه حتى زال التغير، فإذا زال التغير والحال أنه قلتين فصاعدا، واضح؟ هذا القيد الأول زال التغير، والحال أنه قلتان فصاعدا، فحينئذ أصبح طهورا. لماذا؟ لأن علة تنجيسه التغير وقد زالت. إذن ماذا تستفيد من هذا؟ تستفيد أن المكاثرة تطهر الماء القليل وتطهر الماء الكثير. الطريقة الثانية ما هي؟ طريقة النقص. عندك ماء كثير، نفترض أنه يساوي 400 لتر، هذا ماء كثير، وقعت فيه نجاسة فغيرته، لكن التغير كان في الجزء الأسفل من الماء، فأحدثت ثقبا فخرج الماء المتغير، وبقي ماء كثير ليس متغيرا، تمام؟ فإن هذا الماء الكثير الذي ليس متغيرا طهور. لماذا طهور؟ لأن علة تنجيسه التغير ولا تغير. هذه طريقة إيش؟ النقص. لاحظ معي أن طريقة النقص هذه تختص فقط بالماء الكثير، أما طريقة المكاثرة تكون في القليل والكثير. الطريقة الثالثة في تطهير الماء لو زال التغير بنفسه، كأن كان الماء في بركة فتغيرت بنجاسة، تغير طعمها أو لونها أو رائحتها بنجاسة، ثم تعرضت للشمس أو للرياح أو بقيت مدة حتى زال هذا التغير، فإننا نحكم بطهورية الماء، نحكم بطهورية الماء. لماذا؟ لأن علة التنجيس هي التغير وقد زالت، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لكن لاحظ معي أن الطريقة الثالثة أيضا تختص بالماء الكثير. اتضح؟ فهنا يقول رحمه الله: فإن زال التغير بنفسه بنحو مكث أو تعرض لشمس أو لريح، أو زال التغير بماء، تمام؟ قوله بماء يشمل المكاثرة ويشمل النقص، تمام؟ طهر. قوله طهر أي وإن قل الماء بعد ذلك، أي حتى لو فرق الماء بعد ذلك فصار قليلا هنا قليلا هنا قليلا هنا طهورا. واضح؟ قال رحمه الله: فإن زال التغير بنفسه أو بماء طهر. هذه 3 طرق في تطهير الماء. ثم قال: أو بمسك أو بزعفران أو كدورة تراب فلا. إيش معنى فلا؟ أي فلا يطهر. يعني يقول لو زال التغير بمسك، عندك ماء تنجس فتغير طعمه فصببت عليه مسكا فزال التغير في الطعم، يقول لا يطهر. لماذا؟ لأنك تشك هل حصل استتار أو زوال للتغير، والأصل ما هو؟ أنه نجس فتستصحب الأصل. إذا قال لك في هذه الطريقة لا يطهر، 1. أو بزعفران، والزعفران يغير اللون، كذلك لا يطهر، للتعليل السابق، للشك هل حصل تغير حقيقة أو أن التغير استتر. أو كدورة تراب كذلك لا يطهر، واضح؟ إلا، انتبه، إلا إذا غيرته بنحو كدورة تراب ثم صفى بعد ذلك، نزل التراب في الأرض وبقي الماء صافيا ليس فيه تغير، فحينئذ نقول طهورا.
واضح؟ فحينئذ نقول طهر. لماذا؟ لأن العلة وجود التغير، علة التنجيس حصول التغير، وهنا انتفى التغير. فهذه كم صور؟ 3 صور. قال أو بمسك أو بزعفران أو كدورة تراب فلا يطهر في الصور ال3. اتضح يا إخواني؟ ثم ذكر مسألة، هذه المسألة هي الجديد المعتمد في مذهب الشافعي خلافا للقديم، وهي أن حكم الماء الجاري كالراكد لا فرق بينهما. فالأحكام السابقة مثلا الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، صح؟ هل الماء القليل الراكد أو الجاري؟ مطلقا الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء كان جاريا أو راكدا، هذا الجديد المعتمد. لكن القديم يفرق، يقول إن الماء القليل إذا كان راكدا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وإذا كان الماء القليل جاريا لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، لأن القليل الجاري عنده قوة دفع. واضح؟ فهنا قال والجاري كالراكد، أي على الجديد المعتمد. ثم ذكر رحمه الله تعالى قدر القلتين، فقال والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا. لماذا يقدر الفقهاء رحمهم الله تعالى عادة بالرطل البغدادي؟ لأن الرطل البغدادي هو الرطل الشرعي. واضح؟ لأن الرطل البغدادي هو الرطل الشرعي، كما ذكر ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة في كتاب الزكاة. والرطل البغدادي يساوي كم؟ المد كم يساوي بالأرطال؟ المد الواحد يساوي رطلا وثلثا، يساوي رطلا وثلثا. قال والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا. كونها 500 رطل هذا على الأصح، وكون ذلك التقدير تقريبا هذا على الأصح، فهما مسألتان. ولما كان تقريبا قال فلا يضر نقصان رطلين. قوله فلا يضر هذا تفريع على كون التقدير تقريبي. قال ما دام أنه تقريبي فإذا نقص رطلين تمام فإنه لا يضر، بالأولى لا يضر نقصان رطل واحد. تمام. قال فلا يضر نقصان رطلين ويضر نقصان أكثر من رطلين يضر. إيش معنى يضر؟ يعني له حكم الماء القليل، له حكم الماء القليل. ثم قدر بعد أن قدر القلتين بالوزن قدر القلتين بالمساحة. إذن بالوزن كم مقدارهما؟ 500 رطل تقريبا أو تحديدا؟ تحديدا، لاحظ معي تحديدا. هذا بخلاف تقديرهم النصاب في الزكاة. نصاب الزكاة بالأرطال كم يساوي؟ زكاة النبات بالأرطال كم يساوي؟ 5 أوسق بالأرطال، حولها إلى أرطال، من 5 أوسق إلى أرطال كم يساوي؟ 300 صاع، حولها إلى الأرطال كم يساوي بالأرطال؟ أحسنت، يساوي 1600 رطل. 1600 رطل تحديدا أو تقديرا؟ تحديدا. يعني لو كان المحصول 1599 رطل لا تجب الزكاة، ناقص رطل واحد لا تجب الزكاة. واضح؟ هناك التقدير في الزكاة تحديدي، وهنا التقدير تقريبي. واضح؟ وهذا له أسبابه ليس هذا محل ذكرها. قال رحمه الله فلا يضر نقصان الرطلين ويضر، طبعا الرطلين الأفصح فيه كسر الراء، وهنا الأفصح فيه ويصح الفتح، هنا ضبطها عندي بالفتح. قال ويضر نقصان أكثر وقدرهما في المساحة، هذا التقدير الثاني. إذن عندك تقدير بالوزن وعندك تقدير بالمساحة. قال وقدرهما في المساحة في المربع، أي إذا كان الإناء مربعا ذراع وربع،
ذراع من؟ ذراع الآدمي. من أين يبدأ إلى أين؟ من رؤوس الأصابع المرفق، هذا ذراع الآدمي، هذا ذراع الآدمي. تمام؟ قال الذراع وربع. في عندنا في كتب الفقه ذراعان، في عندنا ذراع الآدمي وفي عندنا ذراع آخر يسمى ذراع العمل. ذراع العمل من رؤوس الأصابع إلى المنكب، واضح؟ هذا يسمى ذراع العمل، ويسمى ذراع النجار، ويسمى ذراع الحديد، هكذا إلى هنا. أما ذراع الآدمي من رؤوس الأصابع إلى المنكب، واضح؟ إلى المرفق، إلى المرفق، هذا ذراع إيش؟ هذا ذراع الآدمي، وهذا إلى المنكب ذراع العمل. ما المراد هنا؟ ذراع الآدمي. قال وقدرهما في المساحة في المربع ذراع وربع. ذراع وربع تقريبا يساوي 60 سنتيمترا. ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هذا إذا كان الإناء مربعا. تمام؟ قال رحمه الله وفي المدور كالبئر ذراعان عمقا وذراع عرضا، هذا إذا كان الإناء مدورا. جيد. قال رحمه الله وتحرم، هذه مسألة ذكرها رحمه الله تعالى لتعلقها بأحكام المياه. تمام. قال وتحرم الطهارة بالماء المسبل للشرب، يعني شخص سبل ماء للشرب فقط فلا يجوز الطهارة به لأنه مسبل للشرب، ولذلك إن لم يجد إلا الماء المسبل للشرب فإنه يتيمم. فإن قائل الماء موجود، نقول هو وإن كان موجود شرعا إلا أنه مفقود، هو وإن كان موجودا حسا إلا أنه مفقود شرعا. واضح؟ فإن تطهر به صح وأثم. واضح؟ صحت طهارته لكنه يأثم. قال وتحرم الماء المسبل للشرب. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل إذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته ولو أعمى، وإذا أخبره بتنجسه ثقة وبين السبب وكان فقيها موافقا اعتمده. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى إذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد. هذا الفصل في الاجتهاد، وذكر رحمه الله تعالى فيه مسألتين. المسألة الأولى مسألة الاجتهاد، والمسألة الثانية مسألة الاعتماد على خبر الغير في كون الماء طهورا أم لا. جيد. أما المسألة الأولى فهي مسألة الاجتهاد. يقول لك إذا اشتبه عليك ماء طاهر بماء متنجس فحينئذ تجتهد. هذا الشافعية. واضح؟ ما حكم الاجتهاد حينئذ؟ قال الفقهاء إذا كنت لا تجد إلا هذين الماءين. واضح؟ إذا كنت لا تجد إلا هذين الماءين ولو خلطتهما لا يبلغان ماء كثيرا بلا تغير فالاجتهاد واجب. فالاجتهاد واجب. لكن لو كنت تجد غير هذين الماءين مما يقين، يعني عندك ماءان تشتبه في كون أحدهما طهورا والآخر نجسا، وعندك بجانبك نهر، فعندك ماء طاهر بيقين، فهل يجوز لك الاجتهاد أو لا يجوز؟ نعم يجوز لك الاجتهاد. إذن يجوز الاجتهاد ولو مع وجود ماء طهور بيقين، لكن إن لم يوجد ماء طهور بيقين فالاجتهاد يكون واجبا بالقيد السابق الذي ذكرته. قال رحمه الله إذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد. نقول اجتهد إما وجوبا في صورة وإما جوازا في صورة. وبعد الاجتهاد
إن غلب على ظنه أن أحد الماءين طهور فإنه يتطهر به. قال: وتطهر بما ظن طهارته بعلامة. وقوله بعلامة فيه إشارة إلى واحد من شروط الاجتهاد، وهو أن يكون للعلامة فيه مجال، كاضطراب الإناء أو وجود نقصان في الإناء، فإن الإناء الذي يضطرب في العادة أن يكون هو الذي مظنة التنجس، أو الإناء الذي فيه نقصان يكون في العادة هو مظنة التنجس، كأن شرب منه كلب مثلا. قال رحمه الله: إذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته بعلامة ولو أعمى. قوله ولو أعمى هذا يتعلق بقوله اجتهد، أي أنه يجتهد ولو كان المجتهد أعمى. لماذا؟ لأن انتفاء البصر لا يجعله عاجزا عن الاجتهاد، إذ أن الاجتهاد يمكن أن يتم بحاسة أخرى كالشم أو اللمس. واضح؟ ولاحظ هنا الفرق بين الأعمى هنا والأعمى في باب استقبال القبلة. هناك في استقبال القبلة يقولون الأعمى يقلد. لماذا؟ لأن القبلة لا يمكن معرفتها إلا عن طريق البصر. لكن هنا قالوا ولو كان أعمى يجتهد. لماذا؟ لأن الاجتهاد ممكن لا يتوقف على حاسة البصر. اتضح؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: وإذا أخبره بتنجسه ثقة وبين السبب أو فقيها موافقا اعتمده. عندك ماء، وهنا لا يشترط التعدد، لو في ماء واحد فقط، فقال لك شخص ثقة، والمراد بكونه ثقة أي أنه عدل رواية، فيشمل المسلم البالغ العاقل ولو كان عبدا أو امرأة. قال لك عدل الرواية هذا ماء طهور، تمام؟ قال لك هذا ماء طهور، أو قال لك هذا ماء نجس، أو قال لك هذا ماء مستعمل. قال: وإذا أخبره بتنجسه، هنا قصر المسألة على التنجس. طيب كذلك لو أخبره بالاستعمال، قال: ولو أخبره بتنجسه ثقة أي عدل رواية وبين سبب التنجس. لماذا بين السبب؟ لأنه قد يظن ما ليس بنجاسة نجاسة. واضح؟ يعني قد يظن مثلا إذا وجد شاة شربت منه هو ثقة، لكن قد يظن أن مجرد شرب الشاة من هذا الماء صار الماء به نجسا، فقال: وبين السبب. وإذا أخبره بتنجسه ثقة وبين السبب، أو كان المخبر فقيها موافقا، كان المخبر فقيها موافقا لك في المذهب، والمراد هنا فقيها موافقا أي موافقا لك في باب المياه، ليس موافقا لك في كل مسائل الفقه، في هذا الباب، في باب المياه، تمام؟ وكان المخبر فقيها موافقا فخذ الخبر وجوبا واعتمده وإن لم يبين السبب. إذن هذا الفرق بين الفقيه الموافق، جيد، وبين الثقة. الثقة متى تعتمد خبره بتنجس ما؟ إذا بين السبب. طيب والفقيه الموافق لا يشترط فيه أن يبين السبب. قال: اعتمده أي اعتمده وجوبا. طيب لو أخبرك فقيه مخالف لك في المذهب أي في مسائل تنجس الماء، نقول إن كان عارفا بمذهبك، تمام، يعني هو من مذهب آخر لكنه يعرف مذهبك، تمام، فاعتمد خبره. وإن كان لا يعرف مذهبك فلا بد أن يبين السبب. اتضح يا إخواني؟ طيب لو أخبرك عدد متواتر بلغ مبلغ التواتر،
لا يشترط أن يكون ثقة حتى وإن كانوا فساقا، صحيح؟ لو أخبرك فاسق تعتمد خبره تفصيل. إن أخبرك فاسق عن فعل نفسه، قال لك هذا الماء أنا بلت فيه مثلا، تعتمده، وإلا فلا. كذلك الصبي المميز لو أخبرك عن فعل نفسه تعتمد خبره، وإلا فلا. جيد. قال رحمه الله: وإذا أخبره بتنجسه ثقة وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده. أستاذ آثان، أين أستاذ آثان؟ الاستراحة تبدأ الآن إلى 10:30 هكذا.